خالتو غير راح نسقسيكم برك اقسم بالله يعني. حاب نشوف الزفت. الزفت ما عندهمش. شو كان الزفت هنا؟ ما عندهم غير تنتشر في الطريق الرخام. ومدايرين رخامة جديدة. اي والله غير درتو قطر. الزفت ما كاينش تروح تشوف الزفت برك. كاين غير الزجاج. وراسك انت تصحى غير كلاج غير كلاج غير تنتشر وكلاج. شنو هذا المغرب ولا وين احنا تو؟ ملا عالم وملا نظام وملا أناقة وملا احترام وملا استقبال وملا المغرب هذا. اخويا اول زيارة للمغرب حقيقة منبهر بأتم معنى الكلمة بالبلاد هذه. ما شاء الله قسما بالله بالحق ما شاء الله، والترحيب صادق يعني في كل مرة تقول لهم راني تونسي بالحق تحس ترحيب صادق. شوفوا نظافة، شوفوا العالم كيفاش عامل، والله العظيم المغرب دخلت القلب دخلة قوية برشا. ان شاء الله ربي يفضل لكم بلادكم ومحلاها. التاكسيات يمشوا هنا بالكولور. المدينة الرباط هي التاكسيات الزرقاء، مي كلهم ابيي معناتها فما نظام في التاكسيات. معناتها فما مستحيل يعرض التاكسي مش عامل لابيمون تاع لاكان من تالي، اللي الحقيقة أنا نراها حاجة داخلة في التنظيم، ديتاي صغار اللي يفرقوا برشا. وانا ما حضرتش على 2004 مش ما حضرتش معناتها موجود، ما نجمش نكون نقيم كاس افريقيا 2004. مي العباد تحكي اللي دون لو طون تونس وصلت لان سارتان نيفو كبير برشا اللي الافتتاح قعدوا فوق ال 15 سنه يحكوا على الافتتاح نتاع تونس. السؤال المطروح لهنا، هل احنا مازال عندنا الاديان اللي يخلينا ننظموا سو جونغ دو كومبيتيسيون؟ تونس راهي 2004 نظمت كاس افريقيا، 2005 كاس العالم كرة اليد، و2001 المتوسطية. معناتها كنا لي زيليت نتاع الافريق في لا ريفيرونس دافريك في ان ننظموا حاجات هكايا. ما نعرفش اسكو شنو اللي خلينا نضيعوا الحاجه هذه، بمعنى علاش ولينا ما عادش قادرين نعملوا حتى كومبيتيسيون صغيره. نعرف الانفراستركتور عندها دخل، مي شنو اللي تبدل؟ السؤال هنا شنو هو اللي تبدل؟ شنو اللي تبدل معناتها؟ اسكو اسو بوان الثوره ضرت بتونس اقتصاديا، والا بعد الثوره لقينا رواحنا في كونفلي تو موفيل اللحظه هذه. ما نحبش نحكي بوليتيك، ما نحب مي قلبي يوجعني كي نتفرج في دوله بجنبنا معناتها بجنبنا وصلت النيفو ذي ونحن مازلنا بعاد. نحبكم كاع برشا والله. اي جماعه موجودين في مدينه الرباط، حاطين علم تونس باش نشوفوا الرياكسيون تاع المغاربه. تحية لتوانسة مربوحة ان شاء الله، مربوحة. السلام عليكم. شفت الدرابو تاع نشوف تونس انا التونسيات تشير والله. نحبكم كاع برشا والله. مرحبا بكم في المغرب. كاسة وراسة. راك تشوف الترحيب مغاربه ما شاء الله. مرحبا بكم كاع توانسة، مرحبا برشا. نحبكم كثير. نحبوا تونس، نحبوا ان شاء الله فنان افريق، ان شاء الله فنان افريق. نتمنى لكم الخير كما نتمنى الخير. مرحبا بكم خوتنا التوانسة، مرحبا بكم. مرحبا بكم المغرب. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. سيدي مازلنا وصلنا للمغرب في كيوسك لهنا نلقاو محاضرين سيدي تفرج، عاملين الديكور محاضرين كل شيء للكوب دافريك. لهنا فما دي جو غراتوي، تجي تلعب لهنا هذه للناس الكل غراتوي. مثلا فما دي جو انت كي تصب ليسونس اوتوماتيك داخل في اللعبه، يعطيك تيكي، تجي تحط التيكي نتاعك لهنا جوي غاني تسجي
ويعطيك انت باش تربح. وفما اللعبه ذي يا خويا كاس، راح كاس والله سهله. ندخل بيكم لداخل في وسط الكيوسك. كيوسك شجر ورد علم تونس مقابلنا موجود. شوف اخويا الشجره محلاها هنا قهاوي. هذا كيوسك في الروتورو ترى. هاي الكافيه لهنا بلاي ستيشن تحب تلعب اخويا. هذه زون فيمر. هذه لهنا من الناس ما تتكيفش، تجي لهنا تتكيف. حاطين البلاكه تدخل لهنا وتركش يا اخويا. البرة محلوله كيف النخل. هذه زون فيمور اخويا. تجي لهنا تتكيف تعب قهوه بتاعك. فما الداخل غادي عائلات هرم قديم غادي مع الصغار ما تنجمش تتكيف. ولهنا هذه زون فيمور مزيانه على الاخر. اسمع الموسيقى اسمع. هاي يا جماعة الكوب دافريك يجيو لهنا يا اخويا. مرحبا يا مرحبا. هاي يا اخويا المشاوي والساندويتشات ما شاء الله. شنو عندنا ساندويتشات لهنا يا اخويا؟ دجاج، كبسه، هوت دوغ، نوكيت. وين احنا بالضبط؟ اعطينا المكان بالضبط. امام لابلاج باب البحر. باب البحر يا اخويا. ادي الاماكن هذيا ما تعرفوهاش راه. اي 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 ما هذا دجاج مسوي. البلايص هذيا مادام فما مخميخ وماكله وموجود في الليل راه معي المعدين. داك شي ناضي، داك شي واعر. بعدين صاحبي زكريا مغربي. في المغرب ما يقولوش الدمق، يقولوا القص. وهذه طقوس نتاع المغرب خويا. شتاء تصب والدنيا تبرد والعباد تخرج تقص. شوف ريت السندويتشات بعد ما يعمروهم يحطوهم زيادة فوق الجمر يتجمروا. فانيني على الفحم قول له. على الفحم هذا مش يحطك الماكينة ويسخر في الماكينة. هذا على الفحم. يا جماعة احنا خدينا سندويتشات ميكس. عندنا لهنا تبدا بالصوص ثومية ذي. عندنا الكفتة لهنا وبعد ديريكت اخويا الدجاج من شواية يركحوا غادي ويحطوا لهنا في الساندويتش. صناعي صديقنا هذا صناعي خبرة. عصام الشوالي ديال الساندويتشات. يضحك خويا. فما حاجة مهمة عندكم الهريسة حار ولا؟ كاينة. ودي جاونا احلى. مش دين اليوم. اسمعني جي تونسي يلزم تكون عندك الهريسة اخويا. ضروري يا اخويا. هكا الهريسة لازم تكون حاضرة اخويا. هاي الهريسة اخويا يجبد عندك. زيدوا صافي. ليه يا معلم؟ صافي. اليوم النهار الاول عندنا 3 ايام ديال نضايفها. تعال نشوف. ربي يحفظك وربي يعافيك. حشمونا بعدين ما حبش يخلصوا عليك. ما خلصوش علينا والله. شفت المغاربه الله يعمرها دار. خذ واحد حار. اللغه بالرسمي اللغه صحيحه. اسمع سعد الكرميش والجوسي معناه مشخشخ وبنين. أعزائي المتابعين كما شفتم هنا انبهار الجمهور التونسي والجزائري بجمال المغرب ومدينة الرباط خصوصا، والكلام الجميل اللي تيقولوا في حق المغرب على النظافة ديالو وعلى التجهيزات وجميع الوسائل الراحة المتوفرة في المغرب، وكذلك حفاوة الاستقبال من الشعب المغربي والطريقة التي يتعامل بها الشعب المغربي سواء مع الإخوة الجزائريين أو التونسيين. وكما شفتوا في الفيديو كيفاش تعاملوا المغاربة مع الإخوة التونسيين في آخر الفيديو، وهذا الشيء تيدل على التربية ديال الشعب المغربي وعلى الأخلاق ديالو تيتميز بها.